في اي مشاكل يا عبد القادر؟ انا من خلال ملاحظاتي، من خلال توافي على عدد من المراكز، حسيت انه في تحسن. في شكاوى عديده من عدد من المرشحين، اغلبهم مرشحين الاحزاب يعني المستغلين مش الاحزاب. مشكلته شنو؟ المستغلين بيشتكوا من انه يعني مثلا انا الليله التقيت بمرشح مستغل في دائره ولائيه في سواكن، بيشتكي عن انه في مركز اسمه مركز تاماي في الدائره الولائيه، بيقول انه لقى الصندوق معبى الساعه 2، لقى العدد كل الناخبين صوتوا. وقال ده قال يوري انه في مساله ما يهو، قدم شكوى والمفوضيه كونت لجنه تحقيق، وكبير ضباط الانتخابات في المفوضيه على مستوى الولايه اليوم قام لمدينه سواكن لاجراء التحقيق في الامر في هذا المركز. ايضا في اعتداء تم على مركز في غرب مدينه بورسودان في النادي القبطي. واحد من المواطنين او عدد من المواطنين اعتدوا على السجل الانتخابي وقاموا بتمزيق السجل الانتخابي. ده الرافضين. تم القبض على 2 منهم، وفي واحد ما اثروا عليه لسه. تاني ما في مشاكل غير كده يعني؟ ما في مشاكل فنيه، احبار وحاجات زي دي؟ ما في مشاكل. المشاكل الفنيه اغلبها انه المفوضيه ادلت في اسماء بعض الوكلاء وضباط الانتخابات في بعض الدوائر بدون ما تخطر الوكلاء والاحزاب.